أحرز نادي الأنصار لقب بطولة لبنان لكرة القدم للمرة ال15 بتاريخه بعد فوزه على نادي التضامن صور بنتيجة 2-0 بالمباراة يلي احتضنها ملعب بلدية جونيا. فوز مهم وحاسم كان لنادي الأنصار يلي حسم لقب الدوري دون الاحتكام إلى مباراة فاصلة أمام غريمه الصفا بالمرحلة الأخيرة. سجل أهداف الأنصار اللاعب هشام خلف الله، والهدف الثاني كان هدف تاريخي سجله اللاعب حسن معتوق، وأصبح المعتوق الهداف التاريخي للدوري اللبناني برصيد 120 هدف، معادلا رقم اللاعب الأنصار التاريخي فادي علوش. وبالتالي ختام الموسم الكروي اللبناني متبقي مرحلة وحيدة ومباراة بين الأنصار والصفاء وتتويج الأنصار بهذه المباراة. سقط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية أندية الشباب الغازية وتجمع شباب علبك، وصعد إلى دوري الأضواء أندية المبرة ونادي الجوية يلي حيكون له شأن كبير بالدرجة الأولى بدخوله سوق الانتقالات بشكل مبكر وتعاقده مع لاعبين من الطراز الأول.